الصراحه تصريحات كابتن احمد حسام ميدو مع سيف زاهر هي في قمه اللي هو الغرابه. اللي هو انت طالع بتقول انت معاك شيكات مفتوحه وممكن تمضي مع اي لاعب في الاهلي. طب ما الاولى ان انت تجدد لعيبتك. طب ما جدد لزيزو. طب ما تجيب مهاجم بدل سيف الدين الجزيري. طب ما تعالج النواقص اللي عندك. وفكره اللي انا عايز افوض اي لاعب في الاهلي فوضه ودي وفعلا. سيبك بقى من نجم الفريق ومش نجم الفريق، انت بتتكلم ان انت عايز تفوض لاعب فوضه، طالما اللاعب عايز يجي لك يجي لك. زي ما حصل مع عبد الله السعيد، زي ما حصل مع حسام ابراهيم زمان، زي ما الاهلي عمل مع طارق سعيد، زي ما الاهلي عمل مع كهربا. انا عرفت اجيب اللاعب في كل حته، ده موجود عادي. احنا عندنا في مصر لا، انت ازاي تفاوضه؟ لا فاوضه عادي. وانت لو عايز تجيب تاخد اي لاعب من عندي خده، ودي المنافسه. انت معاك فلوس زي ما انت بتقول، خد. وانا من وجهه نظري كابتن احمد حسام ميدو لو فعلا الزمالك معاه شيكات مفتوحه ويقدر يجيب لعيبه من الاهلي، مش هيتاخر ثانيه واحده. دي صفقات جماهيريه، والمجلس بتاع الزمالك الحالي بقياده حسين لبيب هو استاذ في في الحاجات الجماهيريه، مش المفيده، لا الجماهيريه.